السلام عليكم، وحشتوني، يا رب اكون وحشتكم. بص، انا طالعه ارد على الاستاذ اللي رد عليا الفيديو اللي انا عملته على قافله الصمود، وطالع بيقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ده الناس مش لاقيه تاكل. هو انت يا حبيبي يا اللي طالع بتتكلم بس وبتحافظ، ما انتش فاهم. ناس ايه اللي مش لاقيه تاكل؟ وهي القافله اللي جايه دي والقوافل دي كلها جايه حضرتك محمله اكل ولا محمله اغذيه؟ مش جايه محمله اي حاجه. دي ناس ليها اغراض اخرى. الكلام دوت لو هم جايين محملين اغذيه كانوا هيجوا يسلموا الاكل في رفح المصريه، وندخلهم، وندخل الاكل زي ما بندخل الاغذيه، زي ما مش عارف ايه. هيخش باي طريقه، باي طريقه كانت. لكن دي ناس ليها اغراض اخرى. يا ريت اللي يرد يا جماعه، اللي يرد يبقى فاهم، مش حافظ بس. مش حافظ بس. الناس اللي جايه وعماله تلملم دي، واللي عاملين نفسهم القلب قلب خصايه. فين الكلام ده؟ هو حضرتوا القمه العربيه؟ حضرتوا حاجه؟ اشمعنى مختارين رفح المصريه اللي تخشوا منها، مع ان اقرب لكم مناطق تانية كتير اقرب لكم؟ لكن الموضوع ليها اغراض تانية. والحمد لله الحمد لله ان احنا شعب واعي، شعب واعي وقاري الموضوع. وان احنا رئيسنا بسم الله ما شاء الله عليه فاهم الملف ده من الاول خالص، من الاول خالص هو فاهم الملف والحوارات واللي مش عارف ايه في ايه. يا جماعه اللي يرد يبقى فاهم، بلاش حافظ وطالع تتكلم وناس مش لاقيه تاكل وناس مش عارف إيه. ما يودوا لهم اكل. ما هو هم دلوقتي بس حسوا بكده. طب ما بقالهم في الحرب دي قد ايه، في المدعكه دي قد ايه، في الاطفال اللي بيموتوا، في الستات اللي بيموتوا، في الرجاله اللي بيموتوا، الشباب اللي بيولعوا فيهم، الخيم اللي بتتطربق عليهم وتولع بيهم، بيوتهم اللي بتدك عليهم، الاطفال اللي كانت بتطلع من تحت الحجاره، الناس اللي بتطلع من تحت الحجاره. كل ده والله كنا احنا شايفين. هو انت كمان ما كنتش شايفه؟ الناس دي كلها ما كانتش شايفاه؟ ولا دلوقتي فيها لفه وهنخش ايه وهنخش عشان الناس دي؟ لا يا اخويا، روح خش من ناحيه تانية. واللي مش عاجبه في اقرب حيطه ويخبط دماغه. احنا كل اللي يهمنا امن وامان بلدنا بس، ايا كانت الطريقه والتضحيه. والناس بقى تقول علينا ايه ولا ما تقولش. جايين يخشوا من هنا عشان لو مصر اعترضت يبقى مصر ضد السلام. مصر جايه على الناس دي ايه؟ مصر هي اللي مش عايزاهم ياكلوا؟ مصر هي اللي بتفتري عليهم؟ مصر في ايه؟ هو احنا بسم الله ما شاء الله ما فيش في الشرق الاوسط غير مصر؟ ما فيش غير مصر هي بس اللي دايما تحط في وش المدفع؟ لا يا اخوي، ما تدخل، روح خش لهم من ليبيا، روح خش لهم من اي ناحيه تانية، والله هتبقى اقرب مننا. بس هو مش ده المقصود. المقصود حاجه تانية، حاجه تانية. ويا ريت نبقى واعيين لها كويس قوي، ويا ريت نبقى واعيين كويس قوي. وكفايه بقى، كفايه كفايه القلب الطيب ده. القلب الطيب اللي مودينا في داهيه ده كفايه. ومش احنا اللي هيضحك علينا وقلنا والنبي عشان خاطرنا، ولا الراجل بتاع بريطانيا ولا ايطاليا طلع ميت نفسه من العياط، موت من نفسه من العياط عشان جوه مش لاقيين ياكلوا. يا اخي، ما تروح تعمل وقفه احتجاجيه في بلدك. روح اعمل وقفه احتجاجيه هناك. كل واحد فيكم بدل ما تلموا بعض وتجيبوا لنا قوافل وعربيات وتجيبوا لنا ناس قد كده يجي 5000 ولا 7000 نفر عشان تيجوا تقفوا هنا، كل واحد كان عمل وقفه احتجاجيه في بلده. كان هو ضغط على حكومته وحكومته اتدخلت. مش جايين تضغطوا علينا احنا. مفيش الكلام ده. امننا واملنا فوق الجميع، فوق الجميع. ويقولوا بقى زي ما يقول، محدش ليه عندنا حاجه الا عايز يقول يقول. عايز تروح صعبانين عليك وقلبك قلب خصايه، روح من هناك. احنا ياما عملنا، محدش وقف في كل البلاد دي قد وقفتنا احنا. من اول حرب 48، من اول حرب 48 ومفيش دوله من الدول دي الا ما وقفنا فيها. وقفنا فيها وحاربنا عشانهم. اذا كان اتفاقيات سلام، ولا ان كنا وقفنا، اما كلها بلاوي كانت دايما مصر 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 مصر. كانها عامله زي الاخ الكبير اللي لازم يفضل ياكل على قفاه، واخواته هم اللي ايه، اللي ياكلوا اليخمه، وهو اللي دايما يبقى شايل الليله. اللي مش عاجبه يا جماعه يشرب من البحر.
اللي مش عاجبه احنا يشرب من البحر. واحنا يا ريس وراك زي ما تقول. امن وامان البلد في المرتبه الاولى، واللي مش عاجبه البحر كبير مليان. سلام عليكم.